السلام عليكم متابعين قناة المغرب الآن تيفي، مرحبا بكم في هذه التغطية الجديدة والمستجدات الخطيرة اللي تشغل بال المغاربة في الساعات الأخيرة. هزات أرضية متكررة ضربات مناطق في شمال المملكة وخلفية حالة من الخوف والترقب وسط المواطنين. فشنو واقع بالضبط؟ وهل كاين خطر حقيقي كيهدد المنطقة؟ تفاصيل مثيرة وتصريحات مهمة غادي نكتشفوها في هذا الفيديو، خليكم معنا للنهاية. هزات أرضية متكررة في شمال المغرب، واش كاين خطر جديد كيهدد المنطقة؟ خلال الأيام الأخيرة عدد من المناطق شمال المملكة عاشت على وقع هزات أرضية خفيفة ومتوسط، الشيء اللي رجع الخوف لعدد كبير من المواطنين، خصوصا من بعد الزلزال القوي اللي ضرب المغرب سابقا وخلف خسائر كبيرة. وحسب تقارير إعلامية هاد الهزات المسجلة مؤخرا خلات بزاف ديال الناس يتساءلوا واش الأمر عادي ولا كاين نشاط زلزالي غير طبيعي في هاد الفترة. وفي هذا السياق خرج مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جبور بتصريحات كيأكد فيها أن الهزات الأخيرة مرتبطة بالنشاط الزلزالي العادي اللي كتعرفه المنطقة الشمالية للمغرب بحكم الموقع الجغرافي ديالها القريب من الصفائح التكتونية. وأضاف أن المغرب كيشهد من حين لآخر هزات أرضية متفاوتة القوة، وأن عدد كبير منها كيكون ضعيف وما كيشكلش خطر مباشر على السكان. ورغم هذه التطمينات الخوف مازال حاضر عند بعض المواطنين، خصوصا في المناطق اللي حست بالهزات الأخيرة. شنو رأيكم؟ واش فعلا هاد الهزات عادية ولا خاص يكون تخوف أكبر من نشاط زلزالي جديد؟ ما تنساوش تخليوا رأيكم في التعليقات، وديروا لايك واشتراك في قناة المغرب الآن تيفي باش يوصلكم كل جديد